ورجعت مصر. تفكيري كان شبه مشلول. أنا كده متأكد إن الشخص اللي هتقابله نشوى عند المحامي هي ليلى. المشكلة بقت أكبر من إني اتجوزت على ليلى. المشكلة إني متجوز أختها، بس أنا معرفش إنهم إخوات. دلوقتي أنا هروح لنشوى وأتأكد من التفاصيل، وبعد كده هفكر هعمل إيه. وفعلا رحت لنشوى، وأنا بفتح الباب لقيت نشوى قدامي. جريت عليا واترمت في حضني وفضلت تعيط. كنت بحاول أهديها وأقول لها حبيبتي إحنا مؤمنين إن مامتك في مكان أحسن دلوقتي، وربنا يرحمها برحمته. فضلت تعيط وتقولي الحمد لله، بس في حاجة غريبة أنا مش فاهماها. ماما وهي بتموت قالت لي نفسي أشوف ليلى، وماتت. أنا معرفش مين ليلى. فجأة حسيت بالارتباك، وساعتها كنت على يقين إن نشوى أخت ليلى، وما كنتش عارف أفكر هعمل إيه. نشوى في قمة انهيارها بموت أمها، هقول لها إنك عندك أخت وكمان أختها تبقى ليلى مراتي؟ قلت لها نشوى حبيبتي عايزك تتمسكي، ميعاد المحامي إمتى؟ قالت لي المفروض النهاردة بالليل الساعة 8. قلت لها خلاص جهزي نفسك وأنا هعمل مشوار وهرجعلك على الميعاد واجي معاكي. ونزلت من البيت، رحت لليلى. أول ما دخلت البيت لقيت ليلى بتسلم عليا عادي، تقول لي حبيبي حمد لله على سلامتك، وحشتني. قلت لها وانتي ومريم كمان وحشتوني. قالت لي احمد انت زعلان مني عشان خبيت عليك موضوع ماما؟ قلت لها لا يا حبيبتي دي حاجه تخصك، انا ما عنديش اي مشكله. وسالتها ليلى انت امتى هتروحي للمحامي؟ قالت لي النهارده الساعه 8. انت مش جاي معايا؟ قلت لها اه طبعا، اكيد هروح معاكي، انا بس عندي مشوار هخلصه واجي معاكي. ونزلت من عند ليلى زي المجنون، ماشي في الشوارع بفكر في المصيبه دي. وبعد تفكير كتير قررت اني مش هروح مع حد، انا هسيبهم يعرفوا بعض. مش معقول بعد العمر ده كله احرمهم انهم يعرفوا بعض. المشكلة ان نشوى تعرف شكل ليلى من الصور اللي بتشوفها على موبايلي. انا لازم اتكلم مع نشوى الاول. ورجعت البيت لنشوى، قلت لها نشوى حبيبتي انتي بتحبيني صح؟ وعارفة اني مش ممكن اعمل اي حاجة تزعلك ابدا. قالت لي حبيبي مالك بتتكلم كده ليه؟ قلت لها الكلام اللي هقوله لك دلوقتي لازم تفهميه كويس، ولازم تقفي معايا، احنا في مشكلة كبيرة. قالت لي في ايه يا احمد انا مش فاهمة، قولي في ايه. قلت لها وانا كان كل حزن الشخص اللي هتقابليه عند المحامي النهارده هي اختك من امك. نشوى اتفاجئت، ما كانتش تعرف ان ليها اخت اصلا. قلت لها ايوه يا نشوى، واسمها ليلى، هي دي اللي امك الله يرحمها كانت بتسأل عليها قبل ما تموت. قالت لي انت اكيد بتهزر، وازاي ماما ما تقوليش حاجه زي كده، وليه اختي ما سألتش على ماما؟ قلت لها نشوى دي الحقيقه وانا عرفتها تاني يوم ما امك ما ماتت. نشوى سكتت شويه وقالت لي استنى، وانت عرفت منين؟ ماما قالت لك؟ قلت لها لا يا نشوى، بعد ما كلمتيني كلمتني ليلى، ليلى مراتي، وقالت لي ان امها ماتت وان المحامي طلبها وانها اتفاجئت ان ليها اخت. نشوى انهارت من العياط وفضلت تقول لي ارجوك يا احمد اكدب عليا وما تقولش اللي بتقوله ده، اختي ليلى مراتك؟ قلت لها ايوه هي دي المصيبه، وارجوك اجمدي، الموضوع صعب محتاجك جنبي. نشوى كان عندها ذهول. محتاجني اقول لك ايه؟ تمام واتبسط، ولا اعيط ولا اعمل ايه؟ قول لي يا احمد هتسيبني ولا هتسيبها؟ هتضحي بمين قول لي؟ اكيد هتسيبني، وانا مش هقدر اسيبك، انا ماليش غيرك، وحتى اللي هتكون ليا في الدنيا هي كامل لما تعرف مش هتقبلني، ولا هتقبل وجودي معاها ولا معاك. قلت لها اهدي يا نشوى، اهدي ما تخافيش انا جنبك، انا قلتلك عشان نفكر. قالت لي افكر في ايه؟ ازاي هتبعد عني؟ وازاي افكر ان جوزي هيبقى نايم في حضن اختي؟ قلت لها كفايه ارجوكي، احنا كلنا ضحايا، اهدي عشان خاطري واسمعيني، لازم نفكر، انت بعد ساعه من دلوقتي هتكوني قدامها. قالت لي مش هروح. قلت لها مش هينفع، المواجهه جايه، لازم نفكر. قالت لي مش هقدر اشوفها، انا كنت بغير منها لما بشوفها بتكلمك او اشوف صورتها معاك. عايزني اروح اقف قدامها واعرف انها اختي؟
أعمل إيه؟ أنا عمري ما كرهتها، بس دي مراتك، أكيد أنا مش هحبها. يا رب أنا ما عملتش حاجة في حد عشان العقاب ده. قلت لها اهدي يا نشوى، لازم تروحي وتعدي اليوم وتشوفي الوصية وبعد كده نفكر. انهارت من العياط وسألتني انت هتيجي معاها؟ ما تجيش يا احمد ارجوك، انا مش هستحمل اشوفك واقف معاها وبتعاملني اني غريبة. نزلت على ركبها قدامي، قالت لي احمد ارجوك ما تسيبنيش وما تجيش معانا، ارجوك انا بحبك يا احمد ومش عايزة حاجة غيرك. كلها تاخد الميراث كله بس تسيبك ليا، والله ما عايزة حاجة غيرك. قلت لها وانا مش هسيبك، انا جنبك، انت عارفة اني بحبك وان انت اجمل حاجة حصلت في حياتي. وانا مش هسيبك، انا جنبك، انت عارفة اني بحبك وان انت اجمل حاجة حصلت في حياتي. وابتسامة حزن حاولت اهون عليها. بص بقى خليتيني اشوف عينك وهي بتدمع وانت عارفة اني بموت فيها وهي جميلة كده. قالت لي طب بلاش اروح للمحامي. قلت لها لا، يلا قومي يا حبيبتي وهتروحي وهتيجي تحكي لي ايه اللي حصل عشان نفكر سوا ونعدي المشكلة. يلا قومي. كنت بصبرها وانا بموت من جوايا، مش عارف ايه اللي مستنيني انا وهي وليلى. يا رب الستر من عندك وعديها على خير. واتصلت بليلى، قلت لها تروح هي علشان انا مشغول جدا. وفعلا راحت نشوى وليلى عند المحامي، وانا في البيت عند نشوى في انتظارها اعرف ايه اللي هيحصل. ودخلت نشوى عند المحامي المكتب، كانت ليلى موجودة هناك. المحامي قال لها اهلا يا مدام نشوى، اخبارك ايه؟ قالت له الحمد لله، كنت عايزة اعرف مين الشخص اللي هنفتح في وجود الوصية. المحامي بص لليلى وقال لها اعرفك مدام ليلى. ليلى قالت لها اهلا وسهلا. المحامي بص لنشوى وقال لها اعرفك مدام نشوى اختك يا مدام ليلى. كانت نظرات ليلى لنشوى بشيء من السخرية. ليلى قالت لها وانت بقى بنتها الوحيدة ولا في حد تاني؟ نشوى كانت بتتكلم معاها بطيبة، قالت لها ليه بتتكلمي كده؟ ماما اخر حد جابت سيرته قبل وفاتها هو انت. قالت لها كتر خيرها، انا مش عارفة اقول ايه غير ان ربنا يسامحها. نشوى قالت لها ربنا يسامحنا كلنا، ممكن بعد اذنك تتكلمي معايا باسلوب احسن من ده. ليلى قالت لها ليه؟ المفروض اخدك بالحضن واعيط وابقى فرحانة باختي اللي طلعت لي بعد 27 سنة من عمري؟ نشوى قالت لها بصي، انا ما اعرفش ايه اللي حصل ولا اعرف اي حاجة عنك غير النهاردة، بستأذنك بلاش تكلميني بصيغة الاحتكار واني مذنبة في حقك. الكلام ده يخص ناس عند ربنا، مش حسابها عندي. ليلى قالت لها بصي يا ماما، بلاش دور الطيبة عشان مش لايق عليكي ولا على امك وابوكي، الله يرحمهم. نشوى قالت لها كفاية كده، مش قادرة استحمل منك سخرية اكتر من كده. قرر المحامي انه يتدخل ما بينهم، قال لهم يا جماعة انا سايبكم تتكلموا، بس واضح ان الاسلوب ده ما بينكم مش هينفع. بعد اذنكم نفتح الوصية عشان نخلص وبعد كده ممكن تتعاتبوا براحتكم. ليلى بصت لنشوى، كانت بصة كلها غل وكراهية. وبدأ المحامي في قراية الوصية، وكان المضمون وجود مبلغ مالي يتقسم بالتساوي ما بينهم، ووصت ببيع البيت وتقسيم المبلغ برضه ما بينهم. ليلى قالت لهم انا مش عايزة حاجة، بس نشوى قالت لها ده حقك. ليلى قالت لها بصي يا حبيبتي، حقي عند امك وابوكي ومش هسامح فيه عشان انا ما بسامحش حد ظلمني. بصت نشوى ليلى بحيرة وقعدت تكلم نفسها، يا ترى يا ليلى لما تعرفي ان جوزك هو جوزي هتعملي ايه؟ وفجأة ليلى بدأت بالكلام، قالت لهم انا بعتذر اني جيت اسمع الوصية، انا قلت يمكن في حاجة مهمة بس للأسف الموضوع طلع فلوس وانا مش عايزة حاجة. نشوى قالت لها بكل طيبة وهي منهارة من العيون، يا ليلى حقك عليا وسامحيني بس حقك لازم يوصلك. ليلى بصت لها بكل هدوء وقالت لها وانت مالك بتعتذري ليه؟ المحامي قال لهم يا جماعة الوصية بتقول ان مدام ليلى باعتبارها الكبيرة هي المسؤولة عن بيع الشقة وتوزيع الفلوس ما بينها وما بين اختها، والشقة والفلوس باسم مدام ليلى. ليلى قالت له يعني الفلوس باسمي والشقة باسمي، وهي ازاي جابت الثقة فيا كده ان مش هظلم بنتها زي ما ظلمتني؟ المحامي قال لها لسه في رسالة في اخر الوصية تقولك فيها بنتي وحبيبتي ليلى، كان نفسي اشوفك، اختك نشوى امانة في ايديكي، هي ملهاش غيرك وانت ملكيش غيرها.
أنا كتبت كل حاجة باسمك عشان عارفة إن أنت أصل طيب زي باباك، وكمان عشان أربطك إنك تكوني مسؤولة عن أختك، وواثقة إنك هتقفي معاها. نشوى طيبة جدا، ما تسيبيهاش. سامحيني يا حبيبتي، سامحيني. وبعد ما خلص المحامي من قراية الوصية، انهارت ليلى ونشوى من العياط. ظلمتيني يا ماما وانت عايشة، وبتطلبي مني أكون مسؤولة عن بنتك؟ ازاي فكرتي كده؟ بصت لنشوى وهي منهارة من العياط. قالت لها اسمعي، فلوسك هرجعها لك. أنا مش عايزة يكون ليا صلة بيكي، ولا انت تقربي مني. أنا مش عايزة أي حاجة تفكرني بأمك. وقامت وقفت وراحت عند البيت، وقالت لها فرصة سعيدة يا نشوى، تقريبا صح؟ نشوى كانت في حالة حزن، وردت عليها قالت لها يا ريت تبقى سعيدة بجد، شكرا لذوقك. ونزلوا ليلى ونشوى من عند المحامي. بس نشوى كانت في حالة خوف وصدمة من رد فعل ليلى على الميراث وكرهها لأمها. وجت على البيت، وأول ما دخلت أنا كنت في حالة توتر. كنت منتظرة أعرف نتيجة المقابلة. أول ما فتحت الباب جريت عليها سألتها عملتي إيه يا نشوى؟ قالت لي ما عملتش أي حاجة، أنا ما شفتش حد بالقوة دي قبل كده. قلبها جامد وبتتكلم بجبروت وكره لأمها. قلت لها طب وأسلوبها معاكي؟ قالت لي لا ما تخافش، أسوأ مما تتخيل. في الوقت ده ليلى كانت بتأنب نفسها جدا على طريقتها مع أختها، وإن هي ملهاش ذنب. قررت إنها ترجع للمحامي وتاخد عنوان نشوى وتروح لها. وفعلا راحت للمحامي وخدت العنوان، وراحت على بيت نشوى. وفجأة جرس الباب رن. قمت عشان أفتح الباب، وفجأة جرس الباب رن. قمت عشان أفتح الباب وأنا لابس لبس البيت. لو مستنيين تعرفوا باقي حكاية أحمد ونشوى وليلى، تابعونا في حكايات هنوش.